السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين تعرفوا سر الأكلة الحلوة بجد؟ عايزين تعرفوا إيه اللي بيفرق أكلة عن أكلة؟ عايزين تعرفوا إيه اللي بيخلي اتنين ساكنين في نفس البيت نازلين يتسوقوا مع بعض، جابوا فراخهم، جابوا بطاطس، جابوا الملوخية، جابوا البتنجان، وروحت كل واحدة عملت أكلها في بيتها؟ إيه اللي بيفرق إن دي ريحة الأكل بتاعها مفحفح ومالي الدنيا كلها، والتانية أهو أكل والسلام؟ سر بسيط جدا جدا جدا، ممكن ناس كتيرة قوي ما تكونش واخدة بالها منه، اللي هو التوابل والبهارات. بجد يا جماعة بتفرق فرق السما من الأرض. التوابل والبهارات يكونوا جايين من مصدر موثوق، حاجة طازة مطحونة أول بأول، حاجة يعني محافظ عليها بطريقة كويسة عشان تفضل محتفظة بريحتها وطعمها الحلو، تفرق في الأكل اللي بنعمله. طبعا في حاجة اسمها النفس. إيه النفس؟ إن واحدة تكون بتعمل الأكل بحب فبيطلع نفسها حلو في الأكل، بتعرف تظبط الأكل. بس الحاجة والتركاية اللي الناس ما بتركزش فيها ان اللي بتعمل اكل حلو ونفسها بيبقى حلو في الاكل بتعرف تظبط التوابل والبهارات بتاعت كل اكلة بحيث انها تطلع مظبوطة، لا زايدة ولا ناقصة، لا مررة ولا ملهاش طعم. عايزين تعرفوا التركات واسرار التوابل والبهارات؟ تابعوني، اعملوا لايك، اعملوا شير للفيديو دوت، اشتركوا في القناة لو على اليوتيوب، واشتركوا في صفحة الفيس لو على الفيس. تابعوني، هعمل سلسلة لأسرار التوابل والبهارات، فابقوا معنا. طيب، ايه الفرق ما بين التوابل والبهارات؟ التوابل هو أصل البذور والجذور والورق بتاع الحاجة اللي بيطلع منها التابل، بمعنى زي الكمون، كمون، فلفل اسود، فلفل ابيض، كزبرة، الشطة. عالم التوابل عالم ملوش آخر، ولو هنقعد نعد أنواع التوابل اللي موجودة مش هنخلص، عايزين سلسلة لوحدها للأسامي بتاعت التوابل بس. فالقصد من التوابل هو الحاجة مستقلة بنفسها، زي الكمون، زي ما قلنا الفلفل الأسمر، الكزبرة، الشطة، البابريكا، كل دي توابل. البهارات، البهارات هو خلطة متنوعة من التوابل دي تنفع لكل أكلة لوحدها. عايزة أقول لكم إن حرفيا كل أكلة ليها البهارات بتاعتها. بمعنى إيه؟ عندك بهارات المحشي، بهارات الشاورما، كبدة، سجق، كل حاجة بقى ليها دلوقتي البهارات بتاعتها، مجموعة بهارات معينة بنسب معينة تطلع البهار بتاع الأكلة المعينة عشان تفرق في الطعم والريحة. أهم بقى حاجة في الحاجات دي زي ما قلنا إن الحاجة تتجاب من مكان موثوق منه، مكان الطحن فيه طازة أول بأول، المحافظة على الحاجة بطريقة تخليه الريحة والطعم يفضلوا فيه لآخر لحظة. الحاجة بتتجاب أول بأول، ما بتتركنش عشان الرطوبة ما تأثرش فيها، ببساطة شديدة جدا، زي توابل وبهارات الطيب. طيب، يعني أنا جاية النهاردة عشان أقول لكم إن التوابل والبهارات حاجة واو ملهاش مثيل وهي دي اللي بتفرق في الأكل بس؟ لا طبعا، الناس كتير عارفة وناس كتير يعني ما تعرفش السر بتاع المطبخ الكبير بتاع التوابل والبهارات. بس أنا جاية لكم النهاردة أعرفكم على براند الطيب للتوابل والبهارات. تمام؟ دي بهارات المحشي. هفرجكم دلوقتي على انواع التوابل والبهارات اللي موجوده عندنا. انا بشتغل على الاساسيات. يعني ايه الاساسيات؟ يعني التوابل بشتغل على كمون، فلفل اسود، كزبره، الشطه، دول طبعا ملوك التوابل، ما لهمش حل، ما لهمش بديل، ما ينفعش ما يبقوش موجودين في كل بيت، ما ينفعش. عندنا البابريكا، عندنا توم البودر، بصل البودر، الكاري، الكركم، السبع بهارات. ال10 دول الأساسيين في التوابل بتوعنا، ما ينفعش بيت ما يبقوش فيه ال10 توابل دول. كل تابل فيهم بيبقى ليه أكلته، بيبقى نسبته عشان لا يبقى مرر ولا
يبقى طاغي على بقيه طعم الاكل. طبعا برضو البهارات بقى ده عالم، فانا بحاول اجيب المطلوب اللي بيطلب مني بجيبه. هعرفكم دلوقتي وهفرجكم منظر العلب، منظر الحاجه متغلفه ازاي، متقفله ازاي، بتجيلكوا ازاي. هعرفكم الاسعار، ولو في اي حد عايز يشتغل توزيع للمنتج ما عندناش اي مشكله، بس بيشتغل تحت اسم الطيب، يعني بياخدوا باللوجو بتاعه ويوزع ويكسب، وربنا يرزقنا جميعا بالحلال. ادي الشغل بتاعنا. دي يا جماعه كروت، تمام، كل كارت عليه اسم البهار والسعر بتاع الكيس اهو، تمام. كل كيس من دول 30 جرام. بس طبعا في حاجه مثلا زي الكاري ب10، في حاجه زي الكزبره ب7.5، في حاجه زي 7 بهارات ب10 جنيه، تمام. في البصل 7.5، في فلفل الاسود طبعا ده اغلى حاجه ده ب20، تمام. الشطه 7.5، كمون ب12.5. انا مثبته الوزن بتاع الحاجه بتاعتنا، مثبته الوزن، تمام. بس السعر بقى كل حاجه على حسب سعرها. ادي معانا بردك البهارات بقى، الشرق الاوسط طبعا بتاعت البطاطس والفشار، كبده، محشي، شاورما. طبعا ده عرض هبقى اقول لكم عليه دلوقتي. ادي الشغل بتاعنا كله، تمام. طبعا شايفين العبوه، تمام. معانا بقى العرض ده. العرض عباره عن 50 جرام كزبره، 50 جرام فلفل اسود، 50 جرام كمون، 50 جرام 7 بهارات، بابريكا، توم وبصل وكركم وكاري. هو في حاجة متبدلة بدل حاجة. المهم ان هم 10 اكياس، تمام. كل كيس 50 جرام يعني نص كيلو. العرض ده كامل. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. في كيس زيادة، ماشي، حقكم عليا. انا اسفة. ده العرض بتاعنا اهو. ادي ده العرض كامل بتاعنا، تمام. ده نص كيلو مشكل ال10 بهارات الاساسيين، ده في الكيس. نفس العرض بنفس ال50 جرام في العبوات دي اهي. ده برضو 50 جرام، وبرضو نفس ال10 توابل، الثوم والبصل والكزبره والكمون والفلفل والشطه والسبع بهارات والكاري والكركم والبابريكا. شفنا الحاجه وشفنا العروض. عايزه اقول لكم على حاجه بسيطه. العلبه زي ما قلنا هتجيلكم بالمنظر ده، وهتيجي بالمنظر ده، عشان انا وانتو تبقى في اطمئنان ان العلبه ما اتفتحتش غير بايديك انتي. ساعه ما تطلع من عندي لغايه ما توصل لك هيبقى متقفله بالشكل ده. جاتلك العلبه دي مقطوعه ما تستلمهاش، انا اللي بقولك، عشان تبقي ضامنه ان محدش غير فيها او خد منها او لعب فيها او ضاف عليها حاجه. الحاجه بتجيلك مقفوله بالشكل ده. مكاننا شارع سوق رستم، متفرع من شارع المجاري وشارع القاهره. اسم تاني شبرا الخيمه، شارع 15 مايو، محطه هميس او محطه كريستال. من هنا ينفع ومن هنا ينفع. عايزين توصلوا للمحل كلموني، عايزين اونلاين والحاجه توصل لكم بالدليفري برضك موجود، وموجود شحن لاي مكان في مصر. الحاجه زي ما قلت لكم بتتجاب، او يمكن ما قلت لكمش، انا نسيت. انا الحاجه بجيبها وبطحنها عندي في البيت، انا اللي بطحنها بايدي
عشان ابقى مطمنه ان الحاجه نظيفه. لان من ضمن الحاجات اللي انا هعرفها لكم في الفيديوهات اللي جايه طريقه النصب والاحتيال اللي بتحصل في المحلات الكبيره بتاعه التوابل والبهارات، ازاي بيبيعوا الحاجه رخيصه، بيعملوا ايه، هتعرفوا كل حاجه ان شاء الله باذن الله. في الفيديوهات اللي جايه هتلاقوا معلومات اكتر. هناخد تابل ونتكلم عنه بالتفصيل، هناخد بهار ونتكلم عنه بالتفصيل. هقول لكم طرق الغش في الحاجات دي، ليه الاسعار متفاوته، ليه عند حد بيبقى بسعر وعند حد بيبقى بسعر، الدنيا ماشيه ازاي. هعرفكم كل حاجه في الفيديوهات اللي جايه. لايك شير وفعلوا زر الجرس لو انتوا على اليوتيوب، واشتركوا واعملوا متابعه لصفحه الفيس. السلام عليكم.